مرحبا بكم. بالطبيعة كان ماتش فيه رهان كبير، واضح كونه يتحكم في أعصابه أكثر، ينجم تكون عنده رؤية وحلول أفضل، يتحكم في نسق المباراة. إذا كان مش نحكيو على مستوى الكورة يظهر لي ما نجموش نحكيو كورة في ظل معناها ربما لونجو طغى معناها على المباراة والسلوك الحضاري نتاع الفريقين الاثنين. دونك لونجو طغى على اللعب وما شفناش يعني كورة عموما في الأجواء هذه وفي المناخ هذا. يعني اللاعبين قدموا اللي عليهم، الأخطاء معناها موجودة وداخلة في قانون اللعبة. الفترة الأخيرة معناها فريمون يعني لي كونكور دي سيركونستانس معناها ما خدمناش كيف ما يلزم، سواء كان رزنامة على الناس الكل، نسق مباريات، إصابات، التعامل مع المباريات. دونك لقينا العديد من الصعوبات باش نتعامل معناها في النسق الأخير اللين دروات نتاع الشامبيونا. لكن ما اعتقدش اللي سواء كان الاطار الفني او اللاعبين بخلوا باش نعطيو معنا، وقدمنا معنا وحاولنا معناها نوصل الى معناها 3 نقاط تاع المباراة هذه. الجرينتا كانت موجودة، قتل المباراة في الشوط الأول بعد الهدف الأول كانت موجودة، إلا أنه ديما ما نجموش ننساو اللي الأخطاء تكون موجودة معناها في كرة القدم. وكيف ما قلت ما نمشي نركز معناها على مستوى نتاع كوره والا تنظيم لعب او تركيز كلي نظرا للاجواء اللي كانت يعني مشحونه نسبيا. شفت مشاهد قريبه مني ما تشوفوهاش انتم مع الاسف. معناها الواحد ما نجمش نفهم شنو هو الشيء بالضبط، كيفاش نتصرفوا، كيفاش نعيشوا، كيفاش نعملوا. دونك انا كمدرب في نهايه المطاف شفت اشياء معناها غريبه وغريبه جدا، وتصرفات غريبه معناها قدامي وبذنيا نسمع ونشوف، وبطبيعه الحال تاثر نتيجه المباراه. لكن ما نجمش يعني باش نذكرها، نستحفظ بها لنفسي. الرهان كان كبير، الرغبة كانت موجودة بالطبيعة. بعد خيبتين هنالك يعني تكبيل معناها للقدرات نتاعنا، ونتي با معناها في لونتام دو ماتش ان جون بالكدا الا انه بتسجيل الاهداف توجدنا واحياء الفريق والقاء معناها الثوابت نتاعو. الروح كانت موجودة، هدف أول ثم كنا في فرصة معناها واضحة نكتب الهدف الثاني. ثم الاخطاء كما قلت معناها موجوده. الشوط الثاني نفس الشيء، اونطام باهيه، الفريق واقف مليح. هنالك يعني اندفاع، ما نقولش لعب كبير، اندفاع نفس الشيء. تقع يعني الاشياء هذه بتصويبه من بعيد يقع معناها الهدف الثاني. معناها الامانه على مستوى معناها الاندفاع، على مستوى الرغبه، على مستوى معناها مجريات اللعب ما نستاهلش نعمل تعادل ونستاهل ناخذ 3 نقاط. مازالوا 3 ماتش حسابيا شنو هو اللي موجود والمش موجود، ما نهبطوش يدينا نخدموا كو سوا لو تيتر والا المشاركه معناها في الشامبيونز ليغ. الواحد ما يهبطش يديه، ديما يخدم. بالنسبه للوضعيه اللي احنا فيها بطبيعه الحال اجواء ربما تكون مشحونه، نطالبوا بنتائج، هذا امر منطقي. انسحاب من الكاف بعطينا البطوله، لكن للامانه معناها المساج المتعدي بالنسبه لنا احنا هو المشاركه معناها في الشامبيونز ليغ اهم شيء بالنسبه لنا احنا. الترجي الرياضي ما نجم يقوى وما نجم يبني الا بالفترات هذه. معناها يعني حاليا يعني اشياء نشوفوها معناها سلبيه، لكن على المستوى معناها القريب العاجل باش تكون يعني اشياء ايجابيه. كرة القدم هذيك هي قدرها، فيها نتائج ايجابيه، فيها نتائج يعني سلبيه في بعض الاحيان.